محاضرة من ضواحي مدينة الحسينية حرسها الله لأخينا الفاضل أحمد مشرعي حفظه الله تعالى. إن الزلازل التي بعثها الله في هذه الأيام ما جاءت لترينا حجمها، وإنما جاءت لترينا حجم أنفسنا وضعف أنفسنا وقلة حيلتنا، وأن العباد إذا أراد الله بهم سوءا فلا مرد له. فأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون. أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. لا إله إلا الله. إن عذاب الله أليم. إن سطوته سبحانه وتعالى لا ترد عن القوم الظالمين ولا ترد عن القوم المفسدين. والعجب يا معاشر المسلمين أننا نسمع من الإعلاميين ومن الصحفيين الذين يعلقون هذه الزلازل بأن هذه أحداث طبيعية، وأن هذا حدث بسبب النجم كذا وبكوكب كذا وباضطراب في الأرض. لا إله إلا الله. أين آيات التخويف وأين آيات الرجوع؟ هم يتكلمون بهذا يتفوهون بهذا من أجل أن يبعدوا الناس عن الرجوع إلى الله جل وعلا. والتي هي بعنوان كثرة الزلازل إنذار عاجل، يعني 44 وألف للهجرة النبوية، على صاحبها الصلاة والسلام. فإليكم المادة المذكورة. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الناس، إنما توعدون لآت وما أنتم على الله بمعجزين. الطير سبحه والوحش مجده والملائكة
والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف له حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه. أما بعد، إنني في هذا المقام أقوم في هذه الساعة أتكلم عن واقع مرير وعن حدث سمع به الكبير والصغير، عن حدث عظيم والله لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن الواجب على المسلم أن يكون له تأمل وأن يكون له تفكر في هذه الدنيا المبسوطة وفي هذه الدنيا المعمورة التي سخرها لنا ربنا جل وعلا، فسبحانه من عظيم إله السماوات بما فيها والأرض وما عليها والبحار وما فيها والجبال وما يسكن فيها كلها خاضعة لله وممتثلة أمر الله سبحانه وتعالى. لطيف بلطف الصنع فضلنا على خلائق لا تحصى وذلك إيثار عظيم يهون الأعظمون لعزه شديد القوى كاف لذي القهر قهار. تسبح ذرات الوجود بحمده ويسجد بالتعظيم نجم وأشجار. إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة. نعم أيها السامعون، إننا في هذه الأيام لنسمع أخبارا تدعو المسلم إلى أن يتفكر وإلى أن يتدبر من الزلازل التي تحدث في بلاد الشام، سوريا شمالا وتركيا جنوبا، وما تضررت به بعض الدول المجاورة من الزلازل ومن الخسف ومما أصيبوا به. ولكن ليس ذلك لهم فحسب، إنما ذلك إنذار لنا. ولهذا موضوعنا في هذا اليوم كثرة الزلازل إنذار عاجل. إن الأرض وما فيها وإن السماء وما عليها وما فيها كلها ممتثلة أمر الله سبحانه وتعالى. ولهذا فإن الأرض تعبد الله وتسبح الله. ومن تأمل في هذه الأرض وما أودع الله فيها من الآيات العظيمة ومن الحكم التي يقف الإنسان أمامها متعجبا ويقف أمامها حيرانا من عظيم صنع الله سبحانه وتعالى. ومع هذا فإن الله جل وعلا جعلها للناس يمشون عليها ويحرثون فيها وما يحتاجون إليه في دنياهم. ولكن للأسف إذا انتشرت الذنوب والمعاصي وإذا أصبحت الذنوب علنا وأصبحت الذنوب جهرة فإنها تغضب لغضب الله سبحانه وتعالى فتهتز وتزلزل بأهلها خوفا من عذاب الله. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى كما في كتابه الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أن كعب الأحبار رحمه الله تعالى قال: إن الأرض إذا
عصي الله فيها خافت من ربها فتزلزلت بأهلها. إن دول الكفر ودول الشرك ودول الإلحاد الذين يحاربون الله ويحاربون دين الله ويحاربون سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن الله جل وعلا يمهلهم ويتركهم، ولكنه لا يهملهم ويعاقبهم ويعجل لهم عذابا أليما في الدنيا والآخرة. إن دول الكفر والشرك في هذه الأيام لتحارب دين الله علنا وتحارب سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويطعنون فيها بالنقص والعيب وبالضعف إلى غير ذلك، وأنها لا تصلح أن تكون منهاجا للناس، ولكن الله جل وعلا يغضب على دينه وينتصر لأوليائه. انظروا إلى ما يفعل به في بلاد الشام في هذه الأيام من الزلازل التي أزالت القصور عن أماكنها وخسف بأهلها ففرق بينهم، فهذا يتيم وهذا مكلوم وهذا مجروح. فالله جل وعلا شديد عظيم، وهذا يدلنا على عظمته وعلى جلاله وعلى كبريائه سبحانه وتعالى، ولنأخذ من ذلك عبرة ودرسا في حياتنا أننا نكون على خوف من الله جل وعلا على مجرى الأنفاس، خوفا من عذابه وخوفا من بطشه وخوفا من نقمته. فالله جل وعلا إذا غضب فلا راد لعذابه سبحانه وتعالى. فالله جل وعلا بيده ملكوت السماوات والأرض، فهو الذي يأمر البحار أن تتزلزل بأهلها وأن تتفجر على أهلها. فالخوف من عذاب الله سلم النجاة، والخوف من عذاب الله طريق السعادة وطريق الأمان في الدنيا وفي الآخرة. ولهذا يقول الإمام الجنيد عليه رحمة الله تعالى في تعريف الخوف من الله، قال رحمه الله تعالى: أن تتوقع العقوبة على مجرى الأنفاس. الخوف من الله أن تتوقع العقوبة على مجرى الأنفاس. ويقول أبو حفص النيسابوري رحمه الله تعالى: إن المخلوق إذا خفت منه استوحشت منه، وإن الخالق إذا خفت منه فإنك تزداد أنسا وتزداد قربا وتزداد سكينة وراحة نفسية. نعم، فالله جل وعلا على كل شيء قدير، فيا ليت أولئك يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الله ويعلموا أنهم ضعفاء، فإن الزلازل التي بعثها الله في هذه الأيام ما جاءت لترينا حجمها، وإنما جاءت لترينا حجم أنفسنا وضعف أنفسنا وقلة حيلتنا، وأن العباد إذا أراد الله بهم سوءا فلا مرد له. ولما حدث في زمن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه زلزال عظيم، خرج إلى الناس خائفا وخرج إليهم خطيبا وقال: أيها الناس، إنما حدث هذا لشيء أحدثتموه، لئن عادت لا أساكنكم فيها. أخرجه ابن أبي الدنيا في العقوبات، وأخرجه الإمام أحمد رحمه الله في
مسنده. فلننظر إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. إن هذا الذي يحدث من الزلازل ومن الخسف ومن القذف ومن البراكين لشيء يحدثه الناس من الذنوب ومن المعاصي ومن إباحة ما حرم الله. إن دول الكفر وإن دول أوروبا يبيحون ما حرم الله من الزنا ومن شرب الخمور ومن اللباس العاري ومن اختلاط الرجال بالنساء، فإنها عقوبة من الله جل وعلا نزلت عليهم وتخوفنا من عذاب الله. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين فليتهم يؤوبون وليتهم يتوبون وليتهم يسلمون أمرهم لله سبحانه وتعالى. ولكن الواقع كما قال الله: ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا. وكما يقول الله عز وجل: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وكما قال الله جل وعلا: ذلك الذي يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون. فيا معاشر المسلمين شرقا وغربا شمالا وجنوبا في جميع البقاع وفي شتى الأسطاع، العودة والإنابة إلى رحمة الله وإلى عفوه وإلى ستره سبحانه وتعالى، والنجاة من غضبه ومن أليم عقابه. نعم، إن الذنوب والمعاصي سبب للدمار وسبب للزلازل وسبب للبراكين التي يرسلها الله جل وعلا. ولما كتب عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى إلى الأمصار قال: إن الله جل وعلا يعاتب العباد بهذه الزلازل وبهذا الرجف الذي يخوف الله به عباده، ثم ذكرهم بالتوبة والأوبة والإنابة إلى الله، وأرشدهم إلى قول آدم: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، وقول نوح عليه السلام: وإن لم تغفر لي وترحمني لنكونن من الخاسرين. وكأني بأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز وقد رفع صوته في الناس خطيبا: إن الذنوب والمعاصي وإن هذه التي يحدثها العباد سبب للزلازل وسبب للبراكين وسبب لما يحدث في الأرض من انقلابات ومن تغيرات من خسف ومن مسخ، وهذا كله من علامات الساعة. أخرج الإمام البخاري في صحيحه والإمام أحمد في مسنده من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن أقوام من أمتي في آخر الزمان يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف فيبيتون تحت سارحة الجبل، فيأتيهم السائل يسألهم الصدقة فيقولون: يا فلان ائتنا الغداء، أي ائتنا في بداية الصباح نعطك، فيبيتون فلا يصبحون إلا وقد خسف بهم. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. إن عذاب الله أليم، وإن سطوته سبحانه وتعالى لا ترد عن القوم الظالمين ولا ترد عن القوم المفسدين. والعجب يا معاشر المسلمين أننا نسمع من الإعلاميين ومن الصحفيين الذين يعلقون هذه الزلازل بأن هذه أحداث طبيعية، وأن هذا حدث بسبب النجم كذا وبكوكب كذا وباضطراب في الأرض. لا إله إلا الله. أين آيات التخويف وأين آيات الرجوع؟ فهم
وهم يتكلمون بهذا، وأقول يتفوهون بهذا من أجل أن يبعدوا الناس عن الرجوع إلى الله جل وعلا، ويرون أن ذلك أمرا طبيعيا. نقول لهم فما إرسال هذه الرياح العواصف وهذه الرياح القواصف التي تدمر البلاد وتهز الأشجار هزا؟ إن الله جل وعلا له ملكوت السماوات والأرض فيعاقب من يشاء، وكأني بتلك الدول التي أصيبت بالزلازل خسف بأهلها، فهذا يصيح وهذا يصرخ وهذا يهرب وهذا يريد الإنقاذ، فلماذا لا يرجعون إلى الله جل وعلا؟ العودة والتوبة إلى الله. إننا يا معاشر المسلمين لا ينبغي لنا أن نأمن من مكر الله وأن نستعين بحقوق الله سبحانه وتعالى. إننا في زمن الغربة وفي زمن الوحشة وفي زمن يتكالب أعداء الله ليل نهار وسر جهار. وما هذه الزلازل وما هذا الخسف الذي يصاب به إلا إنذار لهم من شدة عذابه ومن شدة نقمته سبحانه وتعالى. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. ويقول الله جل وعلا: قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون؟ ويقول الله جل وعلا: وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. جاءهم بأسنا عذابنا وإرسال غضبنا عليهم بياتا وهم في نومهم في ليلهم أو هم قائلون مستريحون في النهار في وقت الظهيرة وهو ما يسمى بالقيلولة. فمن يأمن من عذاب الله؟ نعم، إن الله جل وعلا أهلك أمما قبلنا ونسف دولا قبلنا ليكون من ذلك عبرة لنا، إنذار عاجل لكل مسلم، لمن يعي القول ولمن يتدبر الخطاب ولمن ينظر إلى هذه البطيحة وإلى هذه الفسيحة بعين الاعتبار وبعين التفكر والتدبر. لا نكون غافلين ولا نكون ساهين ولا نكون عن الحق بعيدين. فلا إله إلا الله. وكأنني بالخطاب يقول: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. إن هذه الزلازل الواقعة والحاصلة في ساحة بلاد أوروبا إنها والله ما ذلك من تلك الزلزلة ومن تلك الصعقة التي هي عند قيام الناس لرب العالمين. بقي الزلزلة العظمى والزلزلة الكبرى عند قيام الساعة وعند قيام الناس من قبورهم، فتزلزل الأرض زلزلة عظيمة إذا زلزلت الأرض زلزالها. وتأمل زلزلت الأرض زلزالها فجاء بالمصدر مؤكدا ليدل على أن هذه الزلازل الواقعة منذ أن خلقت الأرض وما فيها من الزلازل بجانب تلك الزلزلة ما هو إلا جزء بسيط الذي يكون للعالم عند انتهائه وعند اضمحلاله. إن العالم ينتهي فتزلزل الأرض زلزلة عظيمة ويقوم الناس من قبورهم إذا زلزلت الأرض زلزالها.
زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها فتزلزل الأرض من كل جنب ومن كل مكان فيرى الإنسان الأرض تنشق انشقاقا عظيما يقوم الناس منذهلين ما حدث لها وما حصل لها. ولهذا كان الخطاب يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فسبحان الله ما أبلغ القرآن عندما ينادي الناس جميعا بالتقوى وبالتذكير بتلك الزلزلة. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها أي بأعينكم وتواقعونها أيها العباد بأعينكم وبأجسامكم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. لا تزال الأم بولدها رحيمة وعطوفة وحنونة، لكن عند قيام الساعة وعند تلك الزلزلة تذهل عن ولدها وتنسى ما في بطنها. إن زلزلة الساعة شيء عظيم يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى فما هو السبب ولكن عذاب الله شديد. إن هذه الزلزلة الواقعة والحاصلة في بلاد أوروبا إنها والله لتدعونا إلى أن نتذكر تلك الزلزلة العظيمة التي تحصل للناس. نعم لقد كثر وقوع الزلازل المروعة التي تدمر العمران وتهلك الإنسان وتدع العاقل فيها حيران. فليتنا والله أن نؤوب إلى الله وأن نرجع إليه سبحانه وتعالى. ولقد ذكر المؤرخون أحداثا غريبة لما وقع في الأزمنة الغابرة من الزلازل المدمرة. فقد ذكر المؤرخون أحداثا غريبة وأخبارا عجيبة. فقد ذكر ابن كثير عليه رحمة الله تعالى أنه في سنة 55 و400 كانت زلزلة عظيمة بواسط وهي أرض في بلاد العراق تتوسط الكوفة والبصرة. زلزلة عظيمة بأرض واسط وأرض الشام فتهدمت البلاد وتهدمت السوران فكان يخرج منها كل يوم 1000 جنازة بسبب هذا الزلزال الذي أهلك الناس. وذكر ابن الأثير عليه رحمة الله تعالى في كتابه الكامل في التاريخ أنه في أحداث سنة 46 قال رحمه الله وكانت بفلسطين ومصر زلزلة شديدة خربت الرملة وطلع الماء على رؤوس الآبار وهلك من أهلها 25,000 نسمة وانشقت الصخرة بالبيت المقدس أي من شدة الزلزلة انشقت الصخرة ونبع الماء على رؤوس الآبار. قال رحمه الله وهلك من أهلها 25,000 نسمة. ثم قال وعاد البحر من الساحل مسيرة يوم أي أن الزلزلة أخرجت البحار مسيرة يوم فنزل الناس إلى أرضه يلتقطون منه فرجع الماء عليهم فأهلك منهم خلقا كثيرا. وذكر الإمام ابن كثير في البداية والنهاية أنه في سنة 24 و500 وقعت زلزلة عظيمة بالعراق تهدم بسببها دور كثيرة ببغداد ووقع بأرض الموصل مطر عظيم فسقط بعضه نارا تشتعل فأحرقت دورا كثيرة
وخلقا من ذلك المطر، وتهارب الناس من ذلك الزلزال. قال وفيها وجد ببغداد عقارب طيارة لها شوكتان فخاف الناس منها خوفا شديدا. وذكر رحمه الله تعالى في نفس المصدر أنه في أحداث سنة 33 و500 قال الذهبي رحمه الله تعالى قال ابن الجوزي وقع بأرض جنزة من بلاد فارس زلزلة عظيمة أتت على 130,000 أهلكتهم. قال ابن الجوزي فسمعت شيخنا ابن ناصر يقول إنه خسف بجنزة وصار مكان البلد ماء أسود. فلا إله إلا الله، إنها عقوبات على العصاة وعقوبات على المتمردين. وذكر أيضا الإمام ياقوت الحموي في معجم البلدان هذه القصة بعينها. قال وحكوا أن الناس كانوا يصعدون الجبال بأمتعتهم فيرتجف الجبل بهم رجفا فيقعون على الأرض هم وما يحملون من أمتعة. إنها والله لتدعونا إلى الاعتبار وألا نأمن من مكر الله ومن عذابه سبحانه وتعالى. نعم، فكم خسف الله بتلك القرى التي كانت ظاهرة وكانت قاهرة. وكأني والله بأبي الدرداء ينظر إلى بلاد قد زلزلت وقد خسف بأهلها، يبكي ويتألم ويقول وكأني بهم بينما هم أمة قاهرة ظاهرة لهم السطوة ولهم الملك ولهم المال ولهم الشدة، ولكنهم خالفوا أمر الله فهانوا على الله فلم يبال بهم بأي واد هلكوا وبأي أرض خسف بهم. ولهذا ذكر الإمام أحمد في الزهد أن أبا الدرداء رحمه الله تعالى لما فتح المسلمون بلاد قبرص جعل ينظر إلى تلك البلاد وجلس يبكي، فجاء إليه سعيد بن جبير وقال رحمك الله يا أبا الدرداء أتبكي في يوم أعز الله فيه الإسلام؟ قال نعم يا سعيد ويحك، بينما هي أمة قاهرة ظاهرة خالفوا أمر الله وتركوا أمر الله فصاروا إلى ما ترى. فلا إله إلا الله، إنها والله تدعونا إلى التفكر وتدعونا إلى الاعتبار وتدعونا أن نعوب وأن نرجع وأن ننكسر بين يدي الله. فاللهم لطفا لطفا، اللهم سترا سترا، اللهم عفوا عفوا. نحن عبادك المقصرون ونحن عبادك المذنبون، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نعوذ بك من عذابك ومن سخطك ومن شدة نقمتك. اللهم كن للمسلمين عونا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم رحمتك بعبادك المؤمنين أينما كانوا.